في واقعة غريبة من نوعها حصلت في الهرم. بنت عندها 17 سنة اسمها نيفين، ومعاها قريبتها عندها 25 سنة اسمها عدن، وعدن معاها أخوها اللي اسمه غسان عنده 19 سنة، وماشيين في الهرم بعد ما خلصوا شغلهم. بس كانوا ماشيين في وقت متأخر من الليل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل لهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزي ما سمعنا كده 3 كانوا ماشيين بالليل في وقت متأخر، بنتين ومعاهم واحدة فيهم يبقى أخوها، والبنت التانية تبقى قريبته. غسان شاب عنده 19 سنة، ومعاه أخته 25 وواحدة تانية 17، وركبوا توك توك علشان خاطر يروحوا. وللأسف بنشوف من تكاتك كتير، ياما بنشوف حوادث بتحصل من تكاتك. أي نعم مش كل التكاتك وحشين، ولكن للأسف بنسمع بلاوي كتير بتحصل من التكاتك. وهم راكبين التوك توك لقوا توك توك تاني واقف في وشهم بالليل، وراح موقفهم. رايحين فين؟ انزل يا حبيبي. صاحب التوك توك خاف، قال له انا بوصلهم. قالوا لا سيبهم واتكل على الله انت امشي. هو خاف وخاب بعضه وهرب، ما هو خاف ان هم يسرقوا منه التوك توك ولا يعملوا فيه حاجه. ما صدق واخد بعضه وراح جاري وساب لهم البنتين ومعاهم الشاب ده. هيعمل ايه الشاب؟ بيقول لهم في ايه؟ عايزين ايه مننا؟ في احنا مروحين. مسكوه ضربوه وكسعبوه من الضرب، ضرب فيه. طبعا بقى الشاب مش عارف يعمل ايه مع 5، خد بعضه وهرب وساب اخته وساب قريبته. كان هيعمل ايه؟ ما هو 5 والقدرة تغلب الشجاعة مهما كان. المهم خدوا البنتين وطلعوا بيهم على احدى العقارات فوق سطح، والعقار اللي طلعوا فيه ده يعني واحد من ال5 ساكن فيه. يعني هو عارف كل حاجة عن العقار ده، بقى فاضي ما فيهوش حد، طالع بأمان. طلعوا يلا وعلى السطح فوق، وراحوا واخدين البنتين ومطلعينهم فوق السطح، وبدأوا هم ال5 للأسف أيوة يتناوبوا عليهم ال5. هيعملوا إيه؟ بنتين 5 شباب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدها بعد ما خلصوا يلا بقى تاكلوا على الله، يمشوا بدل ما نعمل فيكم. انتوا عارفين ممكن نعمل معاكم اكتر من كده كمان. ايوه كان ممكن هم يموتوهم. نفضوا بجلدهم، خدوا بعضهم وجريوا. ولكن جريوا على فين؟ على اسم الشرطة في الهرم، ولقوا اخوهم غسان هناك كان سبقهم بيعمل محضر على ان هو حصل له كذا وكذا وكذا، وكان معاه بنتين. وهنا طبعا قابلوا رئيس المباحث وحكوا له على كل حاجة. رئيس المباحث على طول بالتفاصيل اللي خدها منهم بدأ يكثف جهوده، تمام، هو رئيس قطاع المنطقة، علشان خاطر ايه؟ يقبضوا على ال5 دول. وفي خلال ساعات كان ال5 اصطفوا كده قدامهم صف. هم دول اللي عملوا معاكم كده؟ ايوه هم دول. طبعا المنتظر ليهم ايه؟ اعدام. ليه؟ لان فيهم واحدة قاصر. وللأسف كمان ان البنتين دول والولد ده من احدى الدول الافريقية. يعني احنا حتى الولد بيقول لهم ده احنا ضيوف عليكم. ما عندهمش لا ضمير ولا عندهم دم. ترضاها لامك؟ ترضاها لاختك؟ اختك ماشيه في الشارع، والله امك ماشيه في الشارع، وحد يوقفها وينزلها من التوك توك وياخد امك او ياخد اختك فوق سطح ويعمل فيها كده؟ اللي ما ترضوش على امك وعلى اختك ما ترضوش لاي حد. نقول ايه بس؟ غير لله الامر من قبل ومن بعد، وحسبي الله ونعم الوكيل. كل ده بيبقى من المخدرات وقرف المخدرات واللي بيشربوه والهلوسه والقرف اللي بيحصل كله. اشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.